ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا يا اولاد النهارده وانا بجهز للسمك في سمكه منهم بطنها طلعت. طب انا هعمل فيديو النهارده عشان خاطر اخواتي البنات والناس اللي هي مش مقتنعه ان السمك ده بيعيش في ميه. هما بيقول لك السمك ده لو خد صوره يا انس، خد صوره. السمك ده يا حبايب لو هو مثلا دخل جوه ميه هيحصل له ايه ولا هيصيبه ايه؟ مش هيصيبه حاجه، ما هو عايش في ميه، ما هو سمك، هو سمك، ما هوش عربيه ولا موتوسيكل ولا انسان، ده سمك اهو، سمك اهي. فدي بتعيش في ميه، فعادي بتعيش في ميه، فيخش جواها ميه مفيش فيها اي مشاكل. فانتوا مش مقتنعين بكده، طب ما تيجي نغسل السمكه مع بعض وندخل في قلبها ميه ونملحها، وبعد ما تتملح نوريكم النتيجه. ركزوا معايا، تعالى نت عندي حاجه. انا مسكت السمكه اهي يا جماعه، غسلتها من النكشوش اللي بيدخل الميه اهو، تمام. البق اهو، ما تجيبش الميه عند البق عشان ما يدخلهاش ميه، لا انا اهي في الحنفيه اهي في الخرطوم، عمر ما يخش لها من بقها ميه، لان النكشوش ربنا خلقه فلتر اهي. شوف بتنزل الميه منين؟ جايه انس معاك، جاي من النكشوش، عمر ما يخشها ميه اهي اهي، تمام. طب انا عاوز ادخلها ميه، دي مش دي الفتحه بتاعت بطنها اهي اهي اهي، شوف الميه اهي، ايه رايكم؟ اهي ميه اهي في قلبها اهو اهو. خلاص شفتوا السمكه دي يا اولاد؟ متاكدين منها؟ خلاص عرفتوها اهي. انا هملحها لكم ان شاء الله، وهنشوف السمكه دي يعني بعد الملح ان شاء الله عامله ازاي. البطن اللي دي ممكن اطلعها اهي ولا تزعلوا نفسكم ها. والميه اهي اهي، ميه اهي اهي، تاني يا ابني تاني اهي اهي. شفتوا الميه مش قد ميه اهي. تعال بقى نملحها مع بعض وتطلع ان شاء الله بعد 4 ايام ونشوف النتيجه، واخلي لكم 3 ايام كمان مش 4 ايام. تعالى يا انس، السمكه اهي تمام، الملح اهو، كرشيم اهو. خليكم معايا ما اجيب طبق. ارجع بعيد شويه، ابعد بعيد شويه بقى. هذا الطبق يا حبايب، وادي السمكه يا حبايب اهي، تمام. وده كبشه ملح يا حبايب اهي. ان شاء الله المفروض تتفرد، على فكره السمكه دي المفروض تتفرد، اي سمك تملحوه المفروض تتفرد، بس انا ما عنديش طبق وانا عارف انا بعمل ايه، انما انتم لازم تبقى مفروده السمكه. اللهم انك قد بلغت، اللهم ما فيش حاجه، لازم السمك يبقى مفرود، مفيش دعوه بيا، انا عارف انا بعمل ايه. كلام واضح؟ تعالى يا ابني هنشدها بقى استريتش ونسيبها ان شاء الله ونكتب عليها التاريخ. السمكه اللي احنا عاملاها مع بعض اهي، وشديدها استريتش المفتوحه اللي كان قلبها مغسول، بصوا خطوه بخطوه. انس هيكتب التاريخ عليها التلات تطلع الجمعه، يلا ولا ليه بركه الا انتوا. يا جماعه السمك عايش في الميه، بيخش ميه ويدخل منه ميه ويخرج منه ميه عادي، ما هوش عايش على السفلت ولا حاجه. خلاص السمكه اللي يبوظها بس من قلبها ان هي يكون مثلا تجيف، سمكه جافت كده خلاص باظت، انما السمك مش جايف، سمك حلو. الفكره انما هي بيقول لك ما تدخلش جواها ميه. طب ما هي في قلب البرميل، الناس اللي بتملها في البرميل، ما هو البرميل بيسقي السمك ميه، عشان كده ما بحبوش، ما بشغلش في الفوزونات، برد في اطباق كده، انما انا شغلي في الرزونه وطاوله خشب. انا بس بقطع الشك باليقين ان السمك لو دخل له ميه عادي هتطلع ان شاء الله مزبده قشطه ووردي ودلع كمان باذن الله. انتظرونا عشان الفيديو ينزل مع بعضه يعني ان شاء الله يوم الجمعه باذن الله، كلنا عمر في الدنيا يا رب. يلا اشوفكم على خير. بسم الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ورجعنا لكم بعد الميعاد المنتظر بمشيئه الله عز وجل. هو الحمد لله هنفتح السمكه اللي قلبها مفتوح، اكيد انتوا فاكرينها، اللي عشان بس لو محدش متابع الفيديو جابه من نصه وجابه من ربعه، من ربعه من بتاعه، لا دي السمكه المفتوحه اللي احنا غسلناها ودخلنا في قلبها الميه. احنا بقالنا اسبوع دلوقتي، لان انا ما كنتش كده والله اعملها في نفس الميعاد، لكن يعني قلت اما اعملها بقى كفايه كده، لان مش هبقى فاضلها خالص. السمكه المفتوحه اهي، شايفين قلبها مفتوحه، شايفين اهو من قبل ما اجي جنبها، لسه ما قصتش بالمقص ولا حاجه، شلت بس دماغها، الدهن نايم في قلبها. بس بتاع الدل، نفتح بقى السمكه، وربنا المعود ريحتها تجوع، اقسم بالله ريحتها تجوع. السمكه دي ملبن من جوه وحمار وحلاوه، قسما بالله ما هقطع حاجه من الفيديو زي ما انتم شايفين اهو. بصوا عشان تاخدوا الثقه بالنفس اهي،
كراس اهي. كان بقى اللي بايظ واللي جايف واللي اهي. سمونيتها شوف عامله فيها ازاي اهي. شايفين اهي. العظميه بتاعتها سايبه لها كالعاده زي اي شغل يا اولاد اهي. اتفرجوا انت. ادي السمكه اللي كان قلبها مفتوح، اللي دخلنا في قلبها الميه وشلنا مصارينها وعملنا اللي ما اتعمل فيه اهي. امسح ده كده الكاميرا، امسح طبعا الكاميرا كده. شايفين يا اولاد؟ شايفين الزيت اللي خارج منها، السمونيه اللي خارجه منها، ده مش دم عشان محدش شفت كتير، دي سمونيه السمكه اهي. شايفين اهي واضحه؟ الدم بيبقى اسود واحمر او انما ده فاتح اهو زيت. شايفين الحلاوه؟ حد بقى يقول لي ما ينفعش اسمع حد تاني بقى يقول ايه لو الميه دخلت جوه السمكه تخليها وحشه وتبوظها وتبرغتها وتدودها، الكلام الخايب ده انا مش عايزه. عايز تتعلمي الشغله صح؟ تبع القناه بتاعتنا عالم الفسيخ والاسماك. ما فيش زيها في الشرق الاوسط. هنا بنشتغل بامانه من اول الديل وصل يا ناس لاخر. ارفع ايدك عشان الناس تشوف، انا عايز الناس تشوف عشان ما عادش حد يحرق دمي، ما عادش في دم يتحرق. السمكه دخل فيها ميه، دخل في بقها، دخل في خرشومها، دخل في جوه بطنها، ما تبقاش الا ملبن زي دي اهي. ملبن اهي، ملبن كريم كراميل اهي. هنعمل ايه تاني؟ بيطلع في ايدي، ارفع ايدك فوق النبي يا ابني اه منظر تطلع في ايدي من كتر ما هي ملبن. وردي وردي. عشان ايه؟ عشان انا كمان غبت المفروض 4 5 ايام بالكتير، قعدت اسبوع يعني 6 ايام يعني يوم زياده. تمام. والسمكه زي ما انتم شايفين اهي ملبن. خليك زي ما انت، خليك زي ما انت عشان انا خليك زي ما انت شايفين اهي. معلش الناس اللي بيصور وعنده كهرباء زياده فعادي ترعش لي، معلش اهي. اعمل ايه تاني بقى؟ ما عادش حد يقول لي بقى ايه ده السمكه قلبها مفتوح تبوظ، ده يخش في قلبها ميه مش عارف ايه. انا مليتها لكم ميه في الحنفيه، دخلت بطني في قلب الخرطوم بتاع الحنفيه. تابعوا الفيديو وانتوا تعرفوا انا بتكلم في ايه. ما عادش حد يجيب سيره السمكه ودخل له ميه يصيبه حاجه. هي كانت عايشه في البحر، كانت عايشه على الاسفلت. اشوفكم على خير وبلاش فتي كتير. سلام عليكم.